فهاد الدنيا هادي ما كتعرفش شي حوايج اللي يقدو ينقذوك في الآخرة. تقد من هاد الحوايج البساط أنك كنتي غادي في الطريق وحيدتي غير عود باش ما يأذيش المسلمين، يكون ديك العود سبب في النجاة ديالك يوم القيامة. وكاين عاوتاني العكس، شي حوايج بساط يقدو الله يسر في الآخرة تمشي لجهنم والعياذ بالله. داكشي علاش شباب في هاد الدنيا هادي الإنسان كل ما لقى أنه يدير الخير ولا يدير شي حوايج فيهم الأجر واخا يكونوا بساط، راه الاجر ديالهم عظيم عند الله. داكشي علاش شباب في هذا الفيديو هذا ان شاء الله كاينه واحد القصه غادي تبين لك بصح ان الانسان الا هدا شي حاجه الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى كيعوضو اكثر منها في الاخره. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو، غادي تعرف بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. القصه ديالنا الشباب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الصحابي كان بغى يبني واحد السور على الدار ديالو باش يحمي راسو، ولكن هو كيبني في الطريق ديال ديك السور كانت واحد النخله صغيره بزاف، لا مثمره ما حتى شي حاجه، كانت ديال الجار ديالو. هنا ما بغاش يقطعها، وقال للجار ديالو الا بغيتي نحيدو هاد النخله هادي باش نكمل البناء ديال السور ديالي. هنا ديك الجار قال ليه لا، انا ديك النخله كتعجبني بزاف، واخا ماشي مثمره واخا غير صغيره كتعجبني كنموش عليها. المهم طلع له العكس على ديك النخله. هنا هاد الجوج مشاو عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليه القصه ديالهم. النبي صلى الله عليه وسلم غادي يسكت واحد شويه وغادي ينطق وغادي يقول لمول ديك النخله، قال ليه الا بغيتي تعطي النخله للجار ديالك انه يحيدها مقابل نخله عطاها لك الله سبحانه وتعالى في الجنه. هنا الصحابه فرحوا بزاف وكلشي كان باغي يكون في البلاصه ديال هذا السيد هذا. نخله في الجنه يعني داك السيد راه في الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هنا ديك السيد مول النخله كان كيفكر في الدنيا وما كانش كيهتم بالاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انا ديك النخله عزيزه عليا وكنبغيها بزاف وما يمكنليش نفرط فيها. هنا غادي ينوض الصحابي ابي الدحداح رضي الله عنه. كان عنده واحد البستان كبير بزاف ومثمر، والثمر ديالو كان بواحد الجوده عاليه وكان كيبيعو في المدينه، وكاع التجار كيبغيو يشريو ديك التمر باش يبيعوه لانه كان مزيان. هنا غادي يقول لديك مول النخله الا بغيتي تعطيني النخله ديالك مقابل نعطيك البستان ديالي، وانت عارف البستان ديالي والجوده ديالو. هنا ديك مول النخله عجبو الحال وفرح بزاف وقال ليه انا موافق نعطيك ديك النخله مقابل البستان ديالك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهد على هذه الصفقه هذه. من بعد سيدنا ابي الدحداح رضي الله عنه ديك النخله اللي خدا عطاها لديك السيد اللي كان باغي يكمل السور، وقال ليه خذ ديك النخله وقطعها وكمل البناء ديال السور ديالك. ودار عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه يا رسول الله انا عطيت ديك النخله اللي خديت لهذا السيد هذا، واش الله سبحانه وتعالى عطاني النخله في الجنه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم غادي يسكت واحد شويه وغادي يقول ليه لا، ما عطاكش نخله في الجنه. هنا ابي الدحداح رضي الله عنه تصدم من هذه الهضره هذه، والصحابه هما تصدموا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كمل الهضره ديالو وقال ليه ربي سبحانه وتعالى عطاك بستان كبير بزاف في الجنه لانك انت تكرمتي بالبستان لهذا السيد هذا، وربي سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. هنا ابي الدحداح رضي الله عنه فرح بزاف وما خداتو فرحه، وحتى الصحابه رضي الله عنهم فرحوا معاه. هاد القصه ديال الشباب كتبين ديال بصح ان الانسان الا بغى يشري الاخره ديالو راه سهله بزاف. يمي كتجيك الفرصه خاصك تستغلها. وحنا دائما نحاولوا اننا نتقربوا من الله سبحانه وتعالى بحوايج بساط والاجر ديالهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يا ربي تقبل منا ويا ربي تجاوز الاخطاء ديالنا. اذا وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. وكما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه زوينه. كان معكم خوكم عبد الاله الزوزي. السلام عليكم.